واش عمرك تخيلتي ان شخص وسيم مثقف قاري وكيبان محترم يقدر يكون اخطر قاتل متسلسل عرفته امريكا؟ هذا هو تيد باندي، راجل عاش حياة مزدوجة وللاسف قدر يخدع الاف ديال الناس وخلف وراه عشرات الضحايا. في هذا الفيديو غادي نكتشفوا القصة كاملة، كيفاش بدا، كيفاش كان كيصيد الضحايا ديالو، وكيفاش قدر يهرب من السجن جوج المرات، وكيفاش سالت حياته بالاعدام. تفرجوا معايا حتى الاخر حيت التفاصيل صادمه. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي، قناه دار ستوريز بالدارجه اللي كنعاودوا فيها قصص وقضايا حقيقيه وروايه الرعب. ما تنساوش تكتبوا لي في التعليق اش من نوع القصص اللي كيعجبوكم. اليوم غنهضروا على واحد من اخطر القتله المتسلسلين في التاريخ. راجل كان كيبان محترم، انيق ومثقف، وحتى اللي كانوا كيعرفوه ما كانوش كيتصوروا انه قادر يدير هاد الجرائم. هاد الشخص هو تيد باندي. قبل ما نبداو، الا كيعجبكم هاد النوع ديال القصص ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب للفيديو باش يوصلكم الجديد، وبارطاجيو الفيديو. يلا هو نبداو. القصه كتبدا في البدايه ديال السبعينات، بالضبط في الولايات المتحده الامريكيه. في ذاك الوقت بداو بنات شابات كيختفيو بواحد الطريقه غامضه، بلا اثر وبلا حتى دليل واضح. البوليس كانوا كيعتقدوا ان هاد الحالات ما عندها حتى علاقه ببعضياتها، ولكن الحقيقه كانت مختلفه تماما. قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال القضيه غادي نرجعوا شويه اللور ونعرفوا كيفاش دوز تيد باندي الطفوله ديالو. تيد باندي زاد نهار 24 نوفمبر 1946 في مدينه بيرلينغتون بولايه فيرمونت الامريكيه، ولكن في الايام الاولى من حياته كانت اسرار كبيره مخبيه عليه. تيد تربى وهو كان كيظن ان جدو وجدته هما والديه الحقيقيين، واللي كان كيظنها اختو كانت هي في الاصل الام ديالو الحقيقيه. الحقيقه ما عرفها حتى كبر، والصدمه ديالها بقات موضوع للنقاش. من بعد ما انتقل مع الام ديالو لمدينه تاكوما، تزوجت براجل سميتو جوني باندي، وهو نيت اللي عطاه اللقب ديالو. ورغم المحاولات ديال جوني باش يكون اب ليه، الا ان العلاقه بيناتهم ما كانتش قويه. وفي المدرسه كان تيد ذكي، كيجيب نقاط مزيانه، وما كانش كيبان عليه انه غادي يولي مجرم خطير. ولكن الناس اللي كانوا كيعرفوه كانوا كيقولوا انه كان انطوائي وكان كيخبي بزاف ديال الاحاسيس ديالو. واليوم كيبقى السؤال اللي حير العالم: واش الاسرار العائليه اللي عاشها وهو صغير كان عندها شي تاثير عليه، ولا كاينين عوامل اخرى اللي خلاته يتحول اخطر قاتل متسلسل؟ من بعد ما تعرفنا على الطفوله ديال تيد باندي وكيفاش دوزها، غادي نتعرفوا على اول جريمه قتل ليه. واول جريمه قتل مؤكده تنسبت ليه كانت في يناير 1974، وكانت الضحيه هي كارين سباركس. كارين سباركس كانت طالبه جامعيه وكان في عمرها 18 سنه. تيد دخل الابارتمون ديالها بالليل، تعدى عليها وهي ناعسه. من بعد غادي يضربها بواحد الحديده للراس. واخا هكاك ما ماتتش، ولكن تصابت باصابات دماغيه خطيره واللي بقات كتعاني معاهم طيله حياتها. رغم ان كارين نجات من الموت، الا ان اول ضحيه اللي تقتلت واللي كانت بدايه لسلسله القتل ديال تيد باندي هي ليندا آن هيلي، اللي اختفت 1 فبراير 1974 من دارها. كانت مذيعه الطقس وكانت طالبه جامعيه. ما لقاوش الجثه ديالها، ولكن من بعد غادي يلقاو الاطراف ديالها من بعد ما اعترف تيد باندي. تيد كان ذكي بزاف، كان كيلبس مزيان وكان كيهضر بثقه وكيستغل الطيبه ديال الناس، لدرجه بعض المرات كان كيمثل انه مهرس من يديه وكيطلب المساعده من البنات يعاونوه، مثلا يوصل شي حاجه للطوموبيل. ومنين كانت الضحيه كتقرب كانت كتبدا كارثه. مع مرور الوقت عدد ديال المختفيات بدا كيزيد بواحد الطريقه مخيفه، وبدا الخوف في الجامعات، سورتو انه كان كيستدرج طالبات. البوليس كان كيقلب على المجرم، ولكن حتى واحد ما كان كيشك في تيد باندي.
حيت الصورة ديالو كانت صورة ديال شاب عادي، وبالعكس كان المظهر ديالو كان كيساعدو انه يبان شخص طبيعي. ولكن مع كثرة الجرائم بدات الأدلة كتجمع، والشهود بداو كيعطيو أوصاف متشابهة، وهذا الشيء اللي خلى المحققين يقربوا أكثر من الحقيقة. فاش تشد لأول مرة كانوا الناس كيظنوا أن الكابوس صافي سالا، ولكن المفاجأة هي أن تيد باندي قدر يهرب من الحبس ماشي مرة واحدة ولكن 2 المرات، ورجع يرتكب جرائم عنيفة أكثر. شنو وقع من بعد؟ كيفاش قدر يهرب من الحبس وكيفاش شدوه للمرة الأخيرة؟ هادشي كامل اللي غنكتشفوه دابا. بعد سلسلة ديال الاختفاءات، البوليس غادي يبداو كيربطوا بين القضايا، خصوصا ان بعض الشهود قالوا انهم شافوا شاب وسيم مهرس من دراعو كيطلب المساعدة بطريقة عادية، واللي كان الاسم اللي كيستعملو هو تيد. هاد التفاصيل خلات المحققين يركزوا اكثر على تيد باندي، وفي غشت 1975 البوليس غادي يوقفوه بسبب مخالفة في الطريق. منين غادي يبداو يفتشوا طوموبيلتو غتكون مفاجأة، حيت غادي يلقاو شي حوايج غريبة في طوموبيلتو، بحال سناسل والليقات وواحد الحديدة وشي حوايج اخرين زادوا من الشكوك ديال البوليس. رغم ان الادله في الاول ما كانتش كافيه، الا ان التحقيقات بقات مستمره حتى قدروا يوجهوا ليه تهم رسميه، ولكن اللي وقع من بعد كان صادم. فاش كان في المحكمه طلب انه يشوف شي وثائق في المكتبه. هنا غادي يستغل الفرصه، ومع البوليس كانوا غافلين عليه غادي يحل الترجم وغادي يقفز موراها غادي يهرب، وغتكون هادي اول مره غادي يهرب. مورا ما هرب بشي ايامات البوليس غادي يعاودوا يلقيو القبض عليه للمره الثانيه وغادي يرجعوه للحبس، ولكن هاد المره غادي يشددوا الحراسه عليه. واخا ديك الحراسه كامله اللي كانوا دايرين عليه، الا ان تيد باندي كان كيخطط انه يهرب مره اخرى من الحبس، ولكن هاد المره بطريقه اخرى. بدا كينقص الوزن ديالو وحفر حفره صغيره في السقف، وفي واحد الليله خرج بصعوبه من ديك الحفره. والمشكله انه غادي يقدر يهرب بلا ما يعيق به حتى واحد. مورا ما هرب غادي يمشي لولايه فلوريدا، وتما غادي يرتكب ابشع الجرائم قبل ما تنتهي الرحله ديالو، وغادي يتم القبض عليه مره اخرى. ولكن كيفاش شدوه وكيفاش كانت النهايه ديالو؟ هادشي اللي غادي نعرفه. من بعد ما غادي يهرب لولايه فلوريدا، تيد باندي ما غاديش يوقف هنا، حيت في ليله 15 يناير 1978 دخل لواحد الدار ديال الطالبات اللي كانت تابعه لجمعيه شي اوميغا، وغادي يهجم على الطالبات وهما ناعسين. غادي يقتل منهم 2 والاخرين غادي يتصابوا بجروح خطيره، وهذه كانت من اكثر الجرائم اللي صدمت الولايات المتحده. موراها بشي ايامات غادي يخطف واحد البنت اللي كان في عمرها 12 سنه، واللي لقاوها مقتوله من بعد. نهار 15 فبراير 1978 واحد من البوليس غادي يلاحظ ان واحد الطوموبيله كتمشي بواحد الطريقه غريبه. هنا غادي يوقفوها باش يديروا تفتيش روتيني، ولكن من بعد مقاومه قصيره من السائق غادي يتم الاعتقال ديالو. اللي ما كانوش عارفين البوليس انهم لقاو القبض على اخطر رجل كان مطلوب في امريكا، واللي كان تيد باندي بالضبط. واخيرا غادي تبدا المحاكمه ديالو، وغادي يكونوا ملايين ديال الناس كيتبعوا القضيه ديالو نهار بعد نهار. تيد باندي غادي يحاول انه يدافع على راسو، وكان كيهضر بواحد الثقه كبيره، ولكن ما غاديش يقدر يهرب من الادله والشهادات. في النهايه غادي يحكموا عليه بالاعدام.
قبل ما ينفذوا الحكم بالإعدام، تيد باندي غادي يعترف أنه قتل 30 امرأة، ولكن المحققين كيظنوا أن العدد كان كتر. في 24 يناير 1989 غادي يتنفذ حكم بالإعدام بالكرسي الكهربائي داخل الحبس في ولاية فلوريدا. هنا غادي تنتهي واحدة من أشهر القضايا القتل المتسلسل في التاريخ. في 24 يناير 1989 غادي يتنفذ حكم بالإعدام بالكرسي الكهربائي داخل الحبس في ولاية فلوريدا. هنا غادي تنتهي واحدة من أشهر القضايا القتل المتسلسل في التاريخ. قصة تيد باندي كتعلمنا أن المظاهر بعض المرات كتكون خداعة، وأن أخطر الأشخاص بعض المرات يقدروا يكونوا في غاية الهدوء والاحترام. ولهذا بقات هاد القضية كتدرس وكتناقش ليومنا هذا. هنا غادي نكونوا سالينا القضية ديالنا. نتمنى أن الفيديو يعجبكم، وما تنسوش ديروا لايك للفيديو والاشتراك في القناة دار ستوريز بالدارجة وتفعيل الجرس باش يوصلكم فيديوهات جداد. وما تنسوش تكتبوا لي في التعليق اش من نوع القضايا اللي كيعجبوكم باش نهضروا عليهم هنا في القناة. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على المتابعة، سلامة.